تعال احكي لك على مقالة دكتور أحمد خالد توفيق كتبها من أكتر من 20 سنة. أصدقائي، لن تجد ردودي في هذا الصيف كما تعودت، ربما لأنه الاكتئاب العام الذي نشعر به جميعا بعد ما حدث في إبريل 2002. ليس الكلام في السياسة من دأبي، وأكره أن أستغل هذا المنبر لشيء آخر غير إمتاعكم، لكني أنتهز الفرصة لكي أذكركم بالمقاطعة. ألاحظ أنها فترة نوعا، فنحن العرب قوم سريع النسيان قصير النفس، وأعداؤنا يعرفون هذا عنا ويراهنون عليه. لكن القضية أكبر من هذا، إنها آخر معركة وجود نخوضها، ولو خسرناها لانتهينا مثل السلت. من يسمع عن قبائل السلت الآن؟ هم لا يبالون بنا ويعتبروننا دجاجا. المطلوب من الفلسطيني أن يموت في تحضر وتهذيب وبلا ضوضاء، بينما أي دجاجة تحترم نفسها لا تقبل أن تذبح دون أن تملأ الدنيا صراخا. إن المقاطعة سلاح متحضر لا يمكن الحجر عليه، لقد استخدمه غاندي بنجاح، ثم هو حرية شخصية. لن ألوم من لا يستطيع التوقف عن شرب دماء محمد الدرة باردة ممزوجة بالصودا، أو من يرد أن يرتاد تلك المطاعم ليلتهم لحم إيمان حاجه في شطائر فليفعلها، فقط كي يشعر أنه فتى العصر، وأنه يعيش كما يعيش السادة المتحضرون في منهاتن. كل واحد حر، أنا فقط أذكر، وقد حان الوقت كي أصمت وأمارس عملي في تسليتكم. المقالة دي من أكتر من 21 سنة، ما أظنش أنا محتاج أعلق أكتر من كده.